يعني هو كان زي ما انت قلت، انا مش قادر اتكلم بلسان لحظات الفخر اللي انا دايما كنت متعود اتكلم بيه. انا معتاد على ان انا عارف كويس قوي الحقيقه، انا مش رايح انافس على كاس العالم، انا رايح اجمع اكبر قدر من لحظات الفخر. واكتر شيء ارتبطت فيه مع المنتخب ده مع حسام حسن انه اداني اكبر قدر ممكن من لحظات الفخر بكره قدم شجاعه. انا معتاد على ان المدربين بتوعي معرفيني ان كره القدم عباره عن 90 دقيقه من الخوف والدعاء، انما ان انا اروح على الجول اسجل هدف يلغى بسبب لقطه قبلها بدقيقه باين ولا مش عارف كام ثانيه، وبعدين نطارد الهدف التاني مره تانية ونفس الراجل يجيب الجول. فده كان منتخب شجاع لدرجه خلتني متفهم ليه احنا في اخر المباراه احنا قررنا ان احنا بعد التعادل احنا قررنا ان احنا لا ننهي اللقاء بالتعادل، او لا نكتفي بالتعادل، او ان احنا نطارد الهدف الثالث. هي لحظات في الاخر، هي كلها هي دي اللي هتفضل في دماغنا لفترات طويله، لحظات بتدينا ترفع راسنا وتخلينا نمشي لقدام واحنا داخلين كاس افريقيا الجايه، مش زي كاس افريقيا اللي فاتت. كاس افريقيا اللي فاتت كلها مهزوزه، كلها بشكل عام احساس عام بان احنا مش عارفين رايحين على فين. المره دي انا عارف كويس قوي ان احنا قادرين نروح لابعد قدر ممكن من المسافه، برغم ان احنا ما اشتغلناش على المشوار وعلى المشروع. السنغال بتبني، المغرب بتبني، منتخب مصر بحسام حسن بكرة قدم شجاعة قدر ان هو النهارده يقدم لحظات ممتعة كبيرة تخليني اقول ان انا في البطولة الجاية انا منافس للناس دي وعندي القدرة وعندي القدرة. بس انا مش قادر، لان انا في العادي انا بني ادم هربان من الحياة لكرة القدم. فانا عشان هربان من الحياه لكره القدم، انا هربان لسبب بسيط: كره القدم هي الشيء الوحيد اللي بعد 90 دقيقه انت ممكن تكسب فتفرح قوي او تزعل فتزعل قوي. في الحالتين انت لاول مره بتلاقي شيء في الحياه عباره عن 90 دقيقه في قوانين واضحه الالتزام بيها بيؤدي الى الفرح او الحزن. فان انا الاقي الظلم في اللقطه بتاعه ضربه الجزاء اللي لينا اللي اتحولت لجول علينا مخلياني عندي مرارة، مخلياني مش قادر اتفرج على اخر 10 دقايق من المباراة دي مرة تانية في حياتي. لان في النهاية انا كنت شجاع وقوي وقادر وواصل ومهدد للارجنتين، ولاعب الارتكاز بتاعي بيتشد جوه منطقة لاعب الارتكاز الدفاعي اللي المفروض يبقى واقف ورا خايف ومرعوب من ميسي، هو اللي في منطقة جزاء الارجنتين وبيتشد وبيقع. النجم بتاعي اللي بيصنع الفارق محمد صلاح بيتضرب نفس الضربة اللي اتلغى بسببها الجول. لا، ده كله ما بيتحسبش، بيتحسب عليا الجول اللي بيخرجني من البطولة. فبكل تأكيد هي مشاعر مختلطة صعبة، أنا مش قادر أشوف فيها إن أنا مبسوط بلحظات الفخر اللي اتحسبت واتسجلت بسبب الظلم اللي وقع، اللي مخليني حاسس بضغينة ناحية البطولة بصراحة فجأة. يعني مخليني حاسس إن أنا مش عارف أجي هنا أقول إيه، مش عارف أرتب الكلام في دماغي، مش قادر اتعايش مع اللقطه دي ان هي لقطه عاديه وافرح بالمفروض ان انا وصلت له، لان هو ده كان قدري وهو ده حجمي، وان تمام، وان ان في الاخر الارجنتين وجودها هو ده الطبيعي وهي اللي ليها الشعبيه الاكبر والجماهيريه الاكبر حول العالم يعني.